السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حبهان، فلفل اسود، ملح، بصلة. بعد ما شلنا الريمة اللي على وشها بنحطها كده يا بنات، وبعد ما المية بتغلي طبعا بنسقط اللحمة والمواسير. وكده دي شوربتنا اللي هنزود بيها البطاطس بتاعتنا. وهنا الرز بتاعنا بالشعرية عشان نعمل احلى صينية بطاطس ورز بشعرية. وهنا كده معلقة السمنة البلدي، وانزل بفصين مستكة كده. وهنا الحبهان ومش هننسى برضو هنا برضو رشة الحبهان اللي هتدينا طعم حلو للشوربة. كده انا بعمل ايه، عايزه اعمل حبة شوربة لعيلونة الصغنونة عشان هي سخنة مولعة، هنديها شوربة. مفيش لسان عصفور، الجيش قال لك اتصرف. فنحط معاه كده كوباية حتى لو حطيناهم مش هيجرى حاجة يعني. يتحمروا كده مع بعض. وعلى فكرة دي مش وصفتنا، الوصفة بتاعتنا انا جاية اقولها لكم، بس الشوربة تغلي شوية هزود بيها البطاطس واحط اللحمة على الوش وادخلها على الفرن. تمام. الوصفة بتاعتنا بقى اللي انا جاية عشانها اللي هي نخاع العظم. انا هقطع لحمتنا كده اهو ونشيلها في كاس، وخدنا اللي احنا عايزينه وهنقطع الباقي زي ما انتوا شايفين كده. بنات بقى المبتدئين اللي بتاكلوا في شبر ميه كده، عايزاكم تتشجعوا وتقوموا، وايد على ايد بتساعد بصراحه. اللحمه حلوه، من لا يرحم لا يرحم. كده ونكمل بقيتها اللي انا جايه عشانه. بس الاول طبعا كوبايتنا الحلوه الجميله اللي احنا عملناها من البنجر والتفاح بنجر وتفاح وليمون وايه تاني. والله بص انا عملته وصفيته عشان الشوائب اللي فيه، بس في حابب اللي ياخده بالشوائب ما فيش مشكله، بس انا صفيته بالمنظر ده. والجزره، جزره وتفاح وبنجر وليمون وبرتقال، او نزوده عصير برتقال او الميه المعدنيه عادي يعني، او ميه الفلتر، ونشربه زي ما انتم شايفين كده. طبعا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم في اوله واخره، تقويه للجسم وللعظم وكمان للشعر. بنجر، تفاح، جزره، ده كله حديد، فما شاء الله يعني ما شاء الله. دي كده اللي انا عايزه وطبعا محلينه بعسل نحل، واللي مش عايزه احلي بس العسل النحل حلو وجميل كده. بلحق نفسي، انا جايه بس عشان اقول على نخاع العظم تاني يا بنات اهو. اللي سالوني ازاي بنعمل نخاع العظم، ده نخاع العظم خدتها كده من العظمايه زي ما انتم شايفين اهو. بدل ما احطها لهم في الشوربه بقى انا باخدها ايه للشعر عشان تقويه الشعر وجذور الشعر. لما بيسيح معانا اخد منه الغطا او المعلقه
اول معلقتين على يعني معلقه من دوت من نخاع العظم، على معلقه من زيت اللي انا عاملاه المخمر، زيت الموز، زيت الروزماري، كل الحاجات الحلوه اللي انا بعملها، ومعلقه جوز هند، معلقه حبه البركه، انا عامله كل ده في ازازه طبعا. فانا باخده هسيحه زي ما انتم شايفين كده على النار، بسم الله ما شاء الله. وادي ده كده على نار هاديه، اسمه نخاع العظم، زيت نخاع العظم، ده تحفه للشعر، تحفه. بس طبعا هو تقيل فلازم بيتزود، ولما يتزود من كل زيوتنا كده هو غطا غطا غطا، فبندهن منه، نسيبه ساعتين، نغسل شعرنا، او سيبنا يوم وغسلناه مش مشكله، او يومين، بس المهم ايه ما بيقعدش فتره كبيره على الشعر. ممكن ناخد منه نحطه على حمام الكريم بتاعنا، يبقى حمام كريم بالنخاع. ممكن ناخد من الصبار، جل الصبار، ونعمل حمام كريم بجل الصبار. كل ده تقويه للشعر يا بنات، بنات ولاد، كل اللي عايز شعره يتقل بيحاول معانا المحاولات اللي انا بعملها ده كده. بس انا هغطي عليه طبعا جدا واسيبها لوحدها كده اهو تسيح على مهلها. هنا بقى هناخد كده من شربتنا الجميله ديت، طبعا لسه ما حطيناش الملح، سايبينها لما كانت تستوي اللحمه. معلقه الملح والحبهان والفلفل الاسود كله تمام كده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. بنزود بيها البطاطس بتاعتنا، وحطينا لها طماطمها، وحطينا لها ملح والفلفل، ورشه سكر بسيطه للطماطم عشان حموضه الطماطم، والحبهان بتاعنا. وزي ما انتم شايفين كده انا هسيب بس اللحمه تاخد ودي كده بشكل ودي كده شويه، علشان ايه اضيفها عليها وادخلها الفرن، ماشي. وكده ده اسمه نخاع العظم. انا باخد ده اللي بسيحه، وساعات بيجي لنا الدهنه الجميله دي برضو ممكن اسيحها واخد منها. بصوا عامله ازاي، ممكن تتقطع بايدينا كمان. بصوا تحفه تحفه للشعر، ما شاء الله ما شاء الله. وكده انا هسكت قليلا لاني عملت النخاع وحطيت شرايح من الليمون معاه، لا يمكن هيبقى فيه اي ريحه لاي، زي ما انتم عارفين ريحه العظم. بالعكس ده احنا بنحط الشوربه وبيطلعوه مثلا زي اول عظم. اسالي كويس على الموضوع دوت وجربوا وشوفوا. وهنا مزايا بقشرها، يبقى انا كده عملت ايه، ضربت عصفورين بحجر. خدت النخاع وزودت عليه قشرة الموزة مع الموزة كاملة، وقشرة نصين كده شرايح من الليمون، واتفرجي مفيش اي ريحة ما شاء الله. وكمان لما يهدى واعصر فيه هحط عليه معلقتين من جوز الهند، معلقتين زيت جوجوبا، معلقتين زيت الخروع اللي انا عاملاه، هيبقى تحفه تحفه للشعر من كل الزيوت المخمره هناخد، وهو كده تمام يعني ما شاء الله. بصوا على نار هاديه جدا، وهسيبه كده. عارفين لما نحمر السلق ونعمل كده ويخروش مش يتحرق، يخروش كده معانا، يبقى كده الميه اللي في الموزه اتبخرت، وقشره الموزه والليمونه، وكده ما شاء الله يبقى احلى زيت نخاع عظم من بيتك. بعد كده عايزه تزودي عليه اي حاجه زيوت عندك حطي، عايزه تعمليه كده اهو وتحطي منه معلقه على حمام الكريم، اعملي وقعديه ساعه ولا ساعتين على شعرك واغسليه، وادعي لي من قلبك، ادعي لي وعن تجربه وسنين بصراحه، صراحه سنين. فما شاء الله ما شاء الله. بصوا هيبقى سيرم. انا طبعا موطيه جدا، انا عايزه اخد زيت الموز،
زيت الموز اللي هو لو شعرك مجعد، لو شعرك خشن، لو شعرك ما بيسرحش، بنتك ابنك اي حد، زيت الموز ده بالنخاع رهيب رهيب. تطرية، نعومة، تنبيط، تطويل. لو انا عايزه زيت ازود عليه معلقه من نوى البلح هزود، معلقه من القرنفل هزود. بس كل الحاجات دي انا عاملاها فعندي الزيوت بتاعتها اهو. ونوى البلح ده تحفه يا جماعه، تحفه. وبرده احنا لو القرنفل، بصوا القرنفل بتاعنا اهو، مش عايزة عشان ايدي مكانها بصوا حاجة بسيطة كده. ادي القرنفل خدنا معلقة صغيرة منه تنبيت للشعر. بصوا تنبيت. وكمان انتوا عارفين القرنفل ريحته هتبقى عاملة كده في قلب الزيت. ده البرطمان اللي عاملة فيه نوى البلح. طبعا انتوا عارفين نوى البلح مع البن بيعمل ايه. اهي هاخد نص معلقة لان انا عندي الزيوت دي كلها، بس انا بحب عايزة اوريكم بس اهو. بصوا وكمان بيزيل الشعر الابيض تدريجيا. عايزة تزودي اي حاجة عندك، انا عايزة اوريكم بس اللي هو اللوز يبقى بزيت اللوز والقرنفل. اللافندر، لا مش يعني والله انا عندي زيوت، بس انا عايزه اوري البنات الحلوه يعملوا ايه من بيتهم بقى طالما في فرصه ان احنا جالنا نخاع العظم. شايفين ده ايه؟ ده اللافندر، بذور اللافندر اهي. اللافندر ده روزماري، وده اللي فوق اللافندر يا جماعه. شوف الريحه الجباره ما شاء الله. كده انا عملت ميكس تحفه تحفه ورهيب للشعر. تسيح كل ده. عايزين نحط ورقتين الورد بتاعنا المحمدي الجوري اهو. شوفوا بقى ايه رايكم كده. انا هطفي عليه لان بصوا هطفي عليه وبعدين هصفيه وهو دافي كده. لو انا واقفه وعايزه بين صوابعي كده هو دافي، واعمل كده بفروه الشعر وهسيبه شويه، وعقبال ما اخلص اخد حمام. يا سلام يا سلام. هحط عليه بونيه مثلا. وادعولي بجد بجد، ادعولي ادعولي من قلبكم. انا بقى عايزه ادخل ديت كده. بسم الله ما شاء الله. ريحة الحبهان بقى مش هقول لكم، ريحة المستكة معاهم. تمام كده. انا عايزة ادخل الحاجات الحلوة دي كده الفرن. كده
وندخلها الفرن ثواني.